وصفتنا لليوم فاهيتا الدجاج، نكهة مكسيكية وتتبيلة ولا أروع، طرية ومليانة نكهة من أول لقمة. تابعوني بالفيديو خطوة بخطوة لأنه السر بالتتبيلة. ويلا نبدأ وبنقول بسم الله. قطعت ونضفت 600 جرام من صدور دجاج، نضيف عليهن عصير ليمونة مع معلقتين كبار من زيت الزيتون وسن توم ومعلقة كبيرة من الخل الأبيض. للبهارات بنضيف نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، الأوريغانو، البصل بودرة، الثوم بودرة والبابريكا، ومعلقة صغيرة ملح. بخلط الدجاج كتير منيح مع البهارات لحتى قطع الدجاج تتشرب كل النكهة والتتبيلة. وبعدين بترك الدجاج حوالي ساعتين، وكل ما طولنا على الدجاج بيكون أفضل لأنه بيتشرب التتبيلة أحسن. بمقلاية على النار بضيف معلقتين كبار من زيت النباتي، وبنخلي المقلاية تسخن كتير منيح. بعدين بنبلش نضيف الفاهيتا شوي شوي. ما بنحرك الدجاج أبدا ليستوي من الطرف الأول، بس استوى بنبلش نقلب فيه، وما بنقلب كتير مشان ما يطلع ميته وينشف. هيك الدجاج صار جاهز معنا. بعد ما استوى الدجاج بنشيله كله على طبق، وبنفس المقلاية أنا ضفت حبة بصل وحبة فلفلة حمرا وحبة فلفلة خضرا. بنقلبهم شوي بس ليدبلوا، أنا ما بدي إياهم يستووا على الأخير. بس دبلت حبة البصل والفلفلة بنرجع بنضيف عليها الدجاج مشان يتبلوا سوا وياخدوا من نكهات بعض. ضفت ذرة اختياري، ممكن ما تضيفوا حسب الرغبة. هلأ رح أعمل سندويش الفاهيتا. رح أحشيها بنوعين من الخبز، بالصمون وبخبز التورتيلا. أول شي بلشت بالصمون، ضفت المايونيز والكاتشب، وضفت من خلطة الفاهيتا، وضفت على الوجه شوية جبنة موتزاريلا، وزينت بشوية ذرة. بندخل الساندويش على الفرن بس لتدوب الجبنة. بخبز التورتيلا ضفت مايونيز وكاتشب، وضفت الفاهيتا اللي حضرناها سوا ومع شوية من جبنة الموتزاريلا، وبلفها بهاي الطريقة. يا ريت إذا عم تعجبكم وصفاتي ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شي جديد، وتحطولي لايك وتعليق حلو مثلكم إذا جربتوا الوصفة وكيف طلعت. بعد ما خلصنا كل الكمية بمقلاية على النار ضايفين فيها شوية زيت، بنقلي الساندويش، وهيك صارت جاهزة معنا أطيب فاهيتا. طعمة عن جد لا تقاوم والريحة غرام. دجاج طري ومتشرب النكهات. جربوها بطريقتي واكتبولي بالتعليقات، أكيد رح تصير من وجباتكم المفضلة. وبشوفكم بالوصفة الجاي من مطبخي لقلوبكم، وألف صحة وهنا.